بتوقيع التونسي حماد القردة. فرحة التأهل إلى المونديال فرحة لا تضاهيها فرحة، الكل يخرج للاحتفال في كل أصقاع العالم، ولقطات الفرحة التاريخية تابعناها من كل القارات. في أوروبا غصت الشوارع واشتعلت، وفي أمريكا احتفل اللاعبون بعد حصد ثمار التعب والانتظار. في آسيا كذلك، والفرحة لم تأتي بعد عناء طويل. آخر الاحتفالات إفريقية، وفي نيجيريا والكوت ديفوار وغانا لم يخيب النجوم آمال جماهيرهم، فأسعدوهم بفرحة التأهل إلى البرازيل. البرازيل حلم استعصى على التونسيين فعادوا من الكاميرون خائبين، أما المصريون فاكتفوا بصور للذكرى مع كأس العالم. بلادي ساكنة في قلبي وإن شاء الله يا ربي. المنتخب الجزائري لم يعد ممثل الجزائريين فقط، بل أمسى المدافع الوحيد على الحظوظ العربية منطقيا، والأفناك في الموعد ولا يخيبون الأمال. بعد الخسارة في بوركينا فاسو بهدفين مقابل 3 لم يحتج الجزائريون إلا إلى هدف يحول الحلم إلى واقع ويضمن التأهل الثاني على التوالي إلى المونديال والرابع في تاريخ الجزائر. القائد عبد المجيد بوقرة وزملائه أسعدوا الجزائريين والعرب، والجماهير الجزائرية في الموعد لتشعل الأفراح وتحتفل بعد طول أرق وانتظار. الجزائر لن تنام وستحتفل، والأكيد أن الجزائريين لن يحتفلوا وحدهم، فكل العرب سيحتفلون وسيفتخرون بأبطال المنتخب الجزائري وسينتظرون منهم مواصلة التألق في البرازيل. أخيرا ابتسم الحظ للعرب وأنقذهم من سيناريو العام 74 من القرن الماضي حين غابوا عن المونديال لأول مرة. شكرا للجزائر، مبروك للجزائر، وبالتوفيق للجزائر في المونديال البرازيلي. محمد القردة، صدى الملعب. والله الجيري مو بس بلادكم، بلادنا نحن كمان الحقيقه مثل ما بنقول 1000 مليون تريليون تزليون جزائر ليون. مبروك. اليوم ابو كريم كان شايف انا ما قدرت اكمل اخر 10 دقائق، حملت حالي ومشيت لانه وقفت هيك بوسط نو وير مثل ما بقولوا. لحظات صعبه. انا بعد الشوط الاول هربت كذلك، لانه صراحه حجم التوقعات كان اكبر من الواقع، ولكن كنا نبغي الفوز والحمد لله تحقق. بالتاكيد الجزائر هي البسمه الوحيده في العالم العربي اليوم. كنا نتامل انه اكثر من منتخب، ولكن الجزائريين كانوا رجال. كان قلبي هالمره حسني انه 4 يعني ممكن 3 كنا نتامل، ولكن انا اعتقد انه اليوم الجزائريين قاتلوا صراحه، قاتلوا قتال غير عادي اليوم. يعني المباراه اللي لعبوا فيها انسرقت منهم، والمباراه اليوم قاتلوا فيها وفازوا. الحمد لله الحمد لله. عصام. مصطفى، انا كنت اتصور ان انا الوحيد اللي جاهز. انا شفتك بفانيله منتخب الجزائر، يعني معناه انت اللي جاهز مش انا اللي جاهز. بالتاكيد يا مصطفى لابد من حق الجزائريين ان نقول الليله فيفا الجيري. اكيد. ايوه دي. وبالتاكيد التهنئه يستحقها الاخ محمد روراوه الذي قابلته في مونديال الناشئين، وقلت له اهنئك باسم صدى الملاعب مبكرا على صعود الجزائر ان شاء الله لمونديال البرازيل. وهم محاربو الصحراء اوفوا بالوعد واستطاعوا ان ينتزعوا البطاقه العربيه الوحيده الى كاس العالم في البرازيل، تماما مثلما كان المشهد قبل 4 سنوات. مصطفى، قد لا يعلم الكثيرون ان قبل 4 سنوات بالتحديد يوم 18 نوفمبر 2009، النهارده 19 نوفمبر، خلي بالك 4 سنوات بالضبط، كان المشهد هو المشهد. الجزائر تصعد لكأس العالم، الجزائر الوحيدة بين كل العرب في آسيا وإفريقيا التي تمثل الكرة العربية في مونديال جنوب أفريقيا في ذلك الوقت. والآن يتكرر نفس المشهد في نفس الليلة، الجزائريون يحتفلون والمصريون يندمون على ضياع فرصة الوصول إلى جايين على مصر. نفس المشهد يتكرر. جايين على مصر. ما هو بس هي جملة واحدة وبعدين هنتكلم في التفاصيل يا مصطفى. أكيد التهنئة يستحقها الجزائريون بكل تأكيد بعد فوزهم. أعتقد أن التأهل حدث يا مصطفى بهم من مباراة الذهاب التي خسروها بفارق هدف عوضوها اليوم. وانتزعوا بطاقة التأهل بكل الجدارة والاستحقاق.
طبعا نحن من امبارح قاعدين عم نقول في حال صار كذا رح نعمل كذا، وفي حال صار كذا رح نعمل كذا. مثل ما قلت المفترض كان يكون معنا نجم الجزائر كريم كركار، ما بعرف ما تمكن او يمكن تاخر متابعه المباراه. خلينا نشوف شويه تغريدات. الله اكبر، تاهلنا للمونديال، ابناء نوفمبر لا ينهزمون في نوفمبر، مبروك للجزائر والعرب في كل مكان، 1 2 3 تحيا الجزائر المضيافه. صالح ماشي يا صالح. الجزائر تنقل العرب من المدرجات إلى ملاعب البرازيل في مونديال. والله حلوة التغريدة، حلوة يا إبراهيم. نعم، تنقلنا من المدرجات إلى الملاعب، حاجتنا نتفرج نحن قاعدين. البرازيل استعصت على كل العرب باستثناء محاربي الصحراء. ألف مبروك للجزائر يا فخر العرب، ولا خوف على راية العرب بوجود الجزائر. طيب أعطونا واحدة كمان. طيب ما اعرف نروح فاصل ولا نروح على من شرفنا في جنوب افريقيا. هل هو غريب ان يشرفنا من جديد في البرازيل 8 سنوات وهم في القمه؟ الف مبروك يا الجزائر يا فخر العرب. طيب خليني انا شكلي حروح على الجزائر، لانه مشتهي اعرف شو الوضع في الجزائر. كيف أنا ليش عم يحط عليك؟ ما ادري، يمكن يفكرني انا اتكلم. طيب طيب هيا رفيق بخوش معنا من الجزائر. رفيق تسمعني؟ وجميع الولايات الجزائرية هنا فرحة لا توصف، جميع الطرق مقطوعة بسبب الاحتفالات والانتصارات التي حققها اليوم المنتخب الوطني. أكيد كانت التفاؤل كان قبل المباراة كبير وكبير جدا، معنويات الجمهور كانت مرتفعة قبل المباراة، لكن سرعان ما انخفضت هذه المعنويات بمجرد منح الحكم البطاقة الصفراء لمجيد بوغرا، وبعد ارتفعت المعنويات. نحاول هنا معرفة استطلاعات بعض الجماهير الحاضرة. الجمهور ساكت عندك، مفروض ما نسمع من الصوت. ممكن توصف لي شطن يتأهل إلى مونديال البرازيل؟ الحمد لله، وهذا الفوز نهديوه لخوتنا الفلسطينيين، و 1 2 3 فيفا الجيري، ويحيوا خوتنا المسلمين كامل. 1 2 3 فيفا الجيري. نشكر اللاعبين على الاداء البطولي اللي قدموه، ونهدوا هذا الفوز للشعب الجزائري وخاصه الشعب الفلسطيني الاخير. نهدوا الفوز للشعب الجزائري وكله والشعب الفلسطيني، وفيف الجيري. 1 2 3 فيف الجيري. تاهلنا الحمد لله. اولا نشكر برنامج صدى الملاعب وخاصه مصطفى الاغا والفريق. نهني الجزائر على هذا الفوز، ونبعث رساله من الجزائر الى كامل الاشقاء العرب، توانسه، المغاربه، المصريين، اللبنانيين، الخليجيين، الفلسطينيين على وجه الخصوص، انه لا راح نرفع علم كل العرب وكل الأمة العربية، ونطالب يعني أنه كامل القنوات العربية الإعلامية دعم المنتخب الوطني، وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا. إذن هي مصطفى هتافات باسم الشعب، باسم الحكومة، وباسم جميع الأشقاء العرب. الجزائريون يهدون الفوز إلى جميع العرب لكونهم الممثل العرب الوحيد في مونديال البرازيل. خلكم فرحانين. معلش انت طويل كنت تتحمل. تسمعني مصطفى يتقطع بسبب احتفالات الجمهور. بس انتبه لا يحرقوا لك شعراتك. ها فيك تاخذ كمان، فيك تاخذ الصغار اللي حواليك يا هصغار الشباب الصغار. سنحاول اخذ مزيد من اراء الجمهور. ما تروح على الكبار، مع الصغار. فيفا الجيري، 1 2 3 فيفا الجيري. شعوركم اليوم المنتخب الوطني؟ خلينا نشوفوا على الشاشه. الحمد لله يا اخويا، الحمد لله ربي على التاهل هذا، ونهديه كما قلنا للشعب الجزائري، و 1 2 3 فيفا الجيري توجور. بزاف اللي في ورده واحده. ان شاء الله نفرحوا الاخوه العرب بهذا التاهل، ونديروا فيها حاجه ان شاء الله في المونديال البرازيل، ونهديوها للشعب الفلسطيني خاصه وكل الجاليه الجزائريه. نحاول اخذ انطباع هذه السيده. جزائر بلاد الخير، والأمة أم الخير. مبروك على الجزائر. 1 2 3 فيفا الجيري، 1 2 3 فيفا الجيري. مبروك. خليها تزغرد. إذا مصطفى خليها تزغرد يا ابن الحلال. الحماسية والأجواء البهجة التي تعيشها
الجزائر بمختلف ربوعها عبر 48 ولاية جزائرية. الجزائر اليوم لن تنام وستقضي ليلة بيضاء بهذه الاحتفالات الصاخبة التي ستمتد على طول هذه الأيام والأسابيع وحتى الشهور القادمة إن شاء الله. فوز رفيق خلي غنوا لنا بس غنية على السريع، غنية جزائرية بمناسبة الفوز، بمناسبة التأهل، أغنية يغنوا كلهم جميعا أغنية. ممكن تأدون أغنية على الجميع للجزائر، تهدوها للجزائر. أغنية نديها للجزائر. أعطونا أغنية. يما جزائر يما جزائر يما جزائر يما جزائر يما تذكر ولادنا ما تسمعك باليوم ولعت رفيق يا رفيق مصطفى، هادو هم الجزائريون بحماسيتهم وبوطنيتهم العالية وافتخارهم بالمنتخب الوطني وبجزائريتهم وبانتمائهم العربي والإفريقي والأمازيغي. إذن كما قلت الجزائر ستعيش مهرجانات احتفالية ابتداء من هذه اللحظات وعلى امتداد الأيام القادمة. ننتظر منك بكرة لقاءات إن شاء الله. الحمد لله يا ربي، واش نقول المنتخب فرحتونا، ربي يفرحكم. هذا ما كان 1 2 3 هذا ما كان. إذا مبروك رسالة كل الجزائريين إلى الأشقاء العرب لمساندتهم للمنتخب الجزائري، ويؤكدون أنهم سيمثلون الجزائر أحسن تمثيل عربي وأحسن تمثيل جزائري، ومفخرة لجميع الجزائريين. شكرا لك رفيق أن يمثلوا العرب في مونديال 2014 بالبرازيل. شكرا لك رفيق بخوش، شكرا وكل التحية وألف مبروك للجزائر. رح نرجع بعد فاصل من الإعلان، رح نتابع من جنوب إفريقيا للبرازيل. الجزائر تكرر سيناريو العرب في مونديال 2010، ومصر تهزم غانا وتودع تصفيات المونديال بشرف.